بتتمرن جامد وتيجي تاني يوم تحس ان عضلاتك كلها متكسره، ولا عملت دايت شديد وخايف تخسر عضلاتك؟ اكيد حد قال لك خد اتش ام بي. بس هو ايه هو الاتش ام بي ده فعلا؟ هل هو بيحمي عضلاتك ولا مجرد اسم لامع وسط مكملات كتير وملوش اي تاثير؟ انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه والرياضيه، وهشرح لك دلوقتي كل حاجه عن المكمل ده، ايه هو، بيشتغل ازاي، ومين فعلا ممكن يستفيد منه، والاهم اشهر الشائعات اللي لازم نكسرها دلوقتي. يعني ايه اتش ام بي؟ الاتش ام بي هو البيتا هيدروكسي بيتا ميثايل بيوتريت، هو ناتج تكسير حمض اميني اسمه اليوسين. يعني لما الجسم بيكسر اليوسين اللي هو واحد من اهم البي سي بيطلع منه. العلماء قالوا طب ما نديه للعضله جاهز بدل ما نستناه يطلع. دوره الاساسي هو بيقلل الهضم العضلي، بيقلل الماسل بريك داون. طب ايه هي مزايا الاتش ام بي لو اتاخد صح؟ واحد، هو بيقلل تكسير العضلات اثناء التمرين او الدايت، ومفيد جدا وقت الصيام او الدايت القاسي او اول ما تبدا تمرين بعد انقطاع. اثنين، هو بيساعد في الحفاظ على الكتله العضليه، هو على فكره مش بيكبرها لكن بيحافظ عليها من التاكل. ثلاثه، بيساعد في سرعه الاستشفاء العضلي، يعني بيقلل من وقت التكسير والوجع اللي بعد التمرين. أربعة، هو مفيد لكبار السن أو الناس اللي في إعادة تأهيل عضلي، هو بيمنع فقد الكتلة العضلية مع التقدم في السن أو الخمول الطويل. طب ايه اضرار الاتش ام بي ومشاكله المحتمله؟ واحد، هو مفعوله بطيء ومش واضح لكل الناس، هو محتاج انتظام لمده اسابيع عشان تبان نتيجته. اتنين، سعره مش رخيص نسبيا خصوصا لو بتاخده بجرعات فعاله. ثلاثة، ما بينفعش تعتمد عليه لوحده من غير اكل او تمرين، هو عامل مساعد مش سحر. أربعة، مش مناسب للناس اللي تمرينهم ضعيف أو مش منتظم، لو مش بتتمرن بجد مش هتحس بأي فرق. طب ايه اشهر الشائعات المنتشره عن الاتش ام بي والرد العلمي عليها؟ واحد، الاتش ام بي بيكبر العضلات بسرعه. الحقيقه لا، هو مش مكمل تضخيم، هو مكمل حمايه للعضله مش لبنائها. الشائعه الثانيه، هو اقوى من الواي بروتين. الرد العلمي لا، البروتين هو الاساس لبناء العضلات، الاتش ام بي بس بيساعد وقت الضغط او الصيام. الشائعه الثالثه، لو اخدته من غير تمرين هفضل ضخم. الرد العلمي مش صح، لازم تمرين واكل بروتين كفايه. الاتش ام بي مش بيشتغل لوحده. الشائعه الرابعه، ما ينفعش اخده وانا لسه مبتدئ. الرد العلمي بالعكس، في ابحاث بتقول انه مفيد جدا للمبتدئين عشان بيقلل الهدم العضلي اللي بيحصل اول لما تبدا. الشائعه الخامسه، لو بطلت اتش ام بي هخسر عضلاتي. الرد العلمي لا، المكمل بيقلل الهدم مش بيبني، فلو بطلت التمرين والاكل الكويس طبيعي هتخسر. الجرعه المثاليه للاتش ام بي هو 3 جرام يوميا متقسمه على جرعتين او 3 جرعات. الافضل تاخده قبل التمرين، وايام الراحه تاخده مع الاكل، ويا ريت تنتظم عليه على الاقل 3 اسابيع عشان تشوف نتيجه. مين هيستفيد منه فعليا؟ اللي داخل على دايت قاسي او صيام متقطع وعايز يحافظ على العضلات، اللي راجع تمرين بعد انقطاع طويل، المبتدئين اللي بيتكسروا بعد كل تمرين، كبار السن او مرضى بيعملوا اعاده تاهيل عضلي. بس مش انسب حاجه للي بيلعب كمال اجسام، ضخامه قويه وبيتمرن باكل كفايه. بس مش انسب حاجه للي بيلعب كمال اجسام اللي عندهم ضخامه عضليه وبيتمرنوا وبياكلوا اكل كفايه. نصيحتي كدكتور تغذيه، الاتش ام بي هو مش مكمل مشهور لكنه علميا مفيد جدا في حالات محدده، مش لازم لكل الناس ومش بديل عن البروتين او الاكل. لو ميزانيتك محدوده حط اولوياتك للبروتين والكرياتين. لو انت في كاتنج او راجع تعمل تمرين او صيام طويل، الاتش ام بي ممكن يبقى حليفك. لو الفيديو ده فادك دوس لايك وشاركه مع اي حد بيتمرن وبيفكر يحافظ على عضلاته، واكتب لي في الكومنت جربت اتش ام بي قبل كده وهل حسيت منه فرق؟ واشترك في القناة وفعل الجرس لأن اللي جاي سلسلة نارية عن كل مكمل في الجيم والعلم اللي وراه. أنا دكتور محمد صقر، استشاري التغذية العلاجية والرياضية، وإحنا هنا مش بس بنشرح، إحنا بنفهمك جسمك صح. ويومكم جميل.